رسمياً رفضت الجزائر الترخيص للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة التنقل عبر ناقله الرسمي الخطوط الملكية المغربية مباشرة إلى الجزائر من مطار سلة الرباط للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الجزائر ما بين 30 أبريل وإلى غاية 16 ماي. وعلمت المنتخب بأن الجزائر أبلغت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بقرارها بعدم الترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية التنقل مباشرة إلى الجزائر، مؤكدة بأن المنتخب المغربي مرحب به، شريطة أن يختار طائرة أخرى غير الخطوط الملكية. وبالتالي توضع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في مأزق مرة أخرى بإدخال السياسة في الرياضة من جار متعنت أقدم على حرمان شباب مغاربة من المشاركة في حدث إفريقي ترعاه الكاف وليس الجزائر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.